حتى شي واحد ما كان متوقع بأنه التصويرة اللي تصورها هاد الولد هذا كانت من موراها جريمة بشعة اللي حتى شي واحد ما كان متخيلها. واحد السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سوما ستوريز. هنا ماشي غير كنحكيو القضايا وانما كنحلوها، نربطوا احداثها وكنطرحوا ديما نفس السؤال علاش وكيفاش. فإلا كنتي من عشاق التحقيق والغموض فانت في المكان المناسب. ما تنساوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد، وكتشجيع ودعم منكم ما تنساوش ليا زر الاعجاب. ودابا الا كنتوا واجدين يلا نبداو قضية اليوم. اللي كيعرفني وكيعرف القناه ديالي د القضايا المغربيه والعربيه، فاغلب القصص كنطرقوا فيهم على الدور ديال العائله في التحول ديال ولادهم المجرمين، سواء بسبب التنمر او حتى من التعامل اللي ما مزيانش او لا الا ما كانوش متواجدين في حياتهم اصلا. نفس الشيء كينطبق حتى على الدول الاوروبيه، بحال مثلا ايد كامبر وريتشارد راميريز، واللي كانوا من اخطر المجرمين اللي دازوا في التاريخ. غندير لكم عليهم فيديو في القريب ان شاء الله. واللي العائلات ديالهم كان عندهم دور رئيسي في التحول ديالهم لهاد الشخصيات السوداويه اللي كانوا عليها. ولكن شنو غادي تقول الا جيت وقلت لك دابا بانه العائله ماشي ضروري يكونوا هما السبب الاساسي لهاد النتائج الخايبين، حيت بعض المرات كتكون هاد الحالات ديال العنف بلا حتى شي سبب. وهذا الشيء اللي غنهضروا عليه في القصه ديالنا اليوم، فما نطولش عليكم ويلا نبداو. 17 يوليو من سنة 2011 وبالضبط مع جويه الوحدة وربع ديال النهار، واحد الولد سميتو تايلور هادلي حط بوست في الفيسبوك وكيقول فيه بأنه هاد النهار احتمال كبير تكون عندي حفلة في الدار. وبطبيعة الحال أي مراهق غادي يشوف هاد البوست هذا غادي يقول يلا نمشيو، حيت بالنسبة ليهم هاد الحفلة هادي غادي يكون فيها أي حاجة اللي غادي تقدر توقع، من المخدرات، الشراب، البنات، المهم أي حاجة غتقدر تخيلها، بالخصوص فاش العائلات ديالهم ما كيكونوش عارفين اولا ما كاينينش اصلا في هاد الحفلات هادو. وهنا انا دابا كنهضر لكم على المرحله ديال الليسي ماشي ديال الجامعه باش تكونوا فاهمين. مع العلم انه فاش كتكون حفله بحال هادي مولاها كيقول الاهل ديالو فين كاينين اولا فين مشاو باش هو قدر يديرها، الا انه تايلور ما قال حتى شي حاجه لشي واحد. واخا هكاك حتى شي واحد ما ركز معاه في هذا الموضوع، حيت قالوا مع راساتهم غادي يكونوا عائلتهم مسافرين اولا عندهم شي حاجه مهمه مشاو يقضيوها. هما اللي كانوا متاكدين منه انهم ما كاينينش. وقبل ما نبداو هاد الشيء هذا كامل خليوني بعدا نعرفكم شكون هو هاد تايلور وشكون هي العائله ديالو اللي ما تخيلوش شنو وقع لهم بسبب هاد الحفله هادي. بليك هادلي ومرتو ماري جو تزوجوا وعاشوا في بورت سان لوسي في ولاية فلوريدا في اليوكي. كانوا عايشين مزيان وأمورهم كلها كانت مزيانة. بليك كان خدام مهندس في الطاقة النووية وماري كانت أستاذة. كيف قلت لكم حياتهم كانت مستقرة، الفلوس كاينة، ما عندهمش حس المشاكل نهائيا. ومن بعد 4 سنين من زواجهم غادي يولدوا الوليد الأول وسماوه براين هادلي. من بعدها ب6 سنين غادي يولدوا ولد آخر وسماوه تايلور هادلي. فهاد الولادة هادي بالضبط كانوا بزاف ديال المشاكل، حيت تايلور غادي يتزاد قبل من الوقت ديالو وجلس تقريبا شي شهر في هذيك القرعة. وبطبيعة الحال كيف أي ماري كانت خايفة عليه من أي حاجة غتقدر توقع ليه في المستقبل. ولكن من بعد ما فات هاد الشهر هذا واخيرا قدروا يرجعوه للدار، وعاد غادي يرجع فيهم الروح وحسوا باللي صافي دابا عاد العائله ديالهم تجمعات وبانهم صافي ما بقاو محتاجين لحتى شي حاجه مازال من هاد الدنيا هادي. براين وتايلور كانوا تبارك الله عليهم ذكيين بزاف، والوالدين ديالهم كانوا عارفين ومتاكدين بانهم فاش غيكبروا وليداتهم غادي يكونوا شي حاجه اللي مهمه في المجتمع. من واحد الناحيه كان عندهم الصح، حيت واحد فيهم غادي يولي حاجه اللي كبيره الصراحه، ولكن ماشي كيف كتصوروا نتوما. المهم مع الوقت ماري بدات كتلاحظ بانه تايلور كيدير شي حوايج اللي ماشي طبيعيين اللي كيديرهم واحد في العمر ديالو. وفي نفس الوقت هي كانت حاسه وعارفه شنو كان عنده، حيت حتى هي كانت كتواجه نفس هذه المشكله فاش كانت عندها ديك 6 سنين. وهذه المشكله كانت هي الاكتئاب المزمن. وباش ما تطورش هذه المشكله قررت ماري باش تاخذه لشي طبيب باش يشوف شنو عنده. ولكن للاسف واخا يوم يديروا في الجلسات مع الطباء الحاله ديالو ما كانتش كتحسن نهائيا. وإلا جينا نشوفوا في الواقع الحاله ديالو كانت غير ما كتزيد تكفس نهار على نهار.
لدرجة أنهم بداو كيعطيو ليه دوايات مضادة للاكتئاب. ومن ناحية تانية الأم ديالو كانت مركزة معاه وكتهتم بيه وما كتخليه حتى شي واحد يديرونجيه أو لا يقول ليه شي كلام اللي ما زوينش. وكل ما كان الوقت كيدوز كل ما كان الاكتئاب كيزيد يسيطر عليه أكتر وأكتر، حتى غادي تولي عند تايلور 15 عام. في هذا الوقت هذا الطباء غادي يوليو كيعطيو ليه دوايات بحال الادرول وكزاناكس. وغير المعلومه، هذا الادرول كان كيعالج الاي دي اتش دي واللي هو اضطراب النقص الانتباه مع فرط في النشاط، وكزاناكس كان نوع اخر من مضادات الاكتئاب. ولكن للاسف غير تايلور سالا ديك 16 عام غادي يولي عنده مرض اخر واللي كان هو البوليميا، واللي هو اضطراب نفسي مرتبط بالماكله. يعني الشخص كياكل بزاف في خطره واحده ومن بعدا كيبغي يتخلص من هذيك الماكله بانه يتقياها او لا ياكل دوايات او لا حتى يجوع راسو وما يزيدش ياكل. وفي هذا الوقت هذا تايلور الوزن ديالو غادي يزيد شي شويه، وبسبب هذا الشيء كامل ما غاديش تبقى عنده ثقه في راسو. ولكن الغريب في الامر هنا انه اي واحد ما عايش معهم غادي يقول هذا الولد هذا مربي محترم وما كيدير حتى شي مشاكل، وعائلته عرفوا يربيوه مزيان وكانوا ديما كيشوفوه كيلعب عادي كره كيركب في بيكالتو وعايش الحياه سعيده وعاجبه الحال. ولكن ديما فاش كيدخل للدار في الليل وكيسد عليه الباب ديال بيتو كيولي انسان اللي مختلف تماما على اللي هو عليه على برا، انسان اللي عقله عامر غير بالافكار السوداويه. وكاع هاد الهضره هادي اللي قلتها لكم دابا كان قبل ما يدخل يقرا في الثانويه، حيت في هذا الوقت غادي يتبدل 180 درجه وتحول من مراهق هادي ومؤدب وكيسمع الهضره ديال عائلته لولد مشاغب وما كيستحملو حتى شي واحد بهذا المفهوم. وكان ديما كيبغي يخلي كاع الانظار يكونوا عليه، بحال مثلا في القسم كيدير مشاكل كيدابز بزاف في الليسي، وكانت اهم حاجه بالنسبه ليه هي الناس كاملين بهم يكونوا عارفينه. وكنظن غتكونوا رديتوا البال لهذا الشيء اللي كيديروا وتقدروا تشوفوه عادي بحال اي واحد مراهق في العمر ديالو. الا انه تايلور من بعد هذا الشيء هذا غادي يدير واحد الحاجه اللي ما عمر شي واحد ما كان قادر يتوقعها. في 2010 تايلور بدا كيدير مشاكل اللي كبارين واللي كان كيعاقب عليها القانون. بحال مثلا واحد النهار كان غادي هو وصحابو حتى لقاو واحد الفوتوي في الشارع، اي واحد طبيعي غادي يقول لك بقاو كيهرسوا فيه جلسوا عليه. لا، هما ما داروش هاد الشيء، هزوا هذاك الفوتوي جروه ودخلوه لواحد الغابه كانت من جهتهم وهما يشعلوا فيه العافيه. وما نحتاجش نقول لكم هاد الشيء اللي داروه شحال خطير، حيت كون شدات النار غير في شجره وحده كانت الغابه كلها غتشعل فيها العافيه. ولكن الحمد لله هاد الشيء ما وقعش، حيت رجال المطافئ جاو بسرعه وقدروا يطفيو هذيك النار. تما غادي يعطيو ليهم انذار، الا مشاو حتى عاودوا لهاد الخدايم غادي يصيفطوهم فين يترباو. ماري غير عرفت بهاد الشيء اللي داروا ولدها حسات باللي هادي كانت اول خطوه سوداويه ليه، والخطوه اللي من موراها باينه غادي تكون العواقب ديالها اكثر بزاف من هاد الشيء. في نظركم هو علاش كان كيدير هاد الشيء هذا؟ كنظن بانه هاد السلوك هذا كيرجع للصحه ديالو النفسيه اللي كانت كل نهار كتكفس نهار على اللي قبل منه. وللاسف هاد الشيء هذا غادي يخليه يرجع كيدير المخدرات والشراب في عمر اللي صغير بزاف، بلا عاد المدابزات اللي كان كيدابزهم مع والديه كل مره. وغير باش نقول لكم على طول هاد العام كيبقى على نفس السلوك، ما كيتبدلش نهائيا وما كيحسش حتى بتأنيب الضمير على داك الشيء اللي كيديرو، حتى غادي يوصل عام 2011. تايلور هنا غادي يدابز واحد المدابزه كبيره مع واحد صاحبه. البوليس تدخلوا وغادي يتهموه بالغوريفيتد باتوري، والمعنى ديالها هو الاعتداء الخطير ولا الحاق اذى جسدي خطير للضحيه. بهذا المفهوم تعدى على صاحبه بواحد الطريقه اللي بشعه وعنيفه بزاف، الشيء اللي غادي يخلي البوليس يشدوا تايلور ويصيفطوه للحبس لمده سيمانه. وزيد عليها من بعد ما غيخرج من هذا الحبس هذا غادي يخصو يبقى جالس في الدار ديالهم وممنوع يخرج منها لمده 15 يوم. هاد المده هذه اللي كان جالس فيها تما باش تعاقب امه غادي تحيد ليه التليفون ديالو. ولكن المشكله هنا هو في هاد جوج سيمانات ما كانش كيأنبو الضمير ديالو او لا يقول بانه ما غيعاودش لهاد الشيء اللي دارو. في الواقع هاد الشيء هذا كان مختلف تماما، حيت في هاد الفتره هذه غادي يولي عصبي بزاف لدرجه انه الا جا غير شي واحد وقال ليه غير كلمه واحده كيتعصب وكيوصل لمرحله ديال انه باغي يقتلو.
وفي يوليو من سنة 2011 كاع هذيك العصبية وكاع هذاك الكره غادي يخلي تايلور يدير واحد الحاجة اللي غادي يندم عليها حياته كلها. 16 يوليو كيف قلت لكم في الاول د القضيه، تايلور غادي يحط بوست في الفيسبوك وكيقول فيه بانه احتمال كبير تكون حفله في الدار ديالهم هذا النهار، وكتب في لي كومونتير بانه راه خدام على هذه الفكره هذه. واي واحد في هذا الوقت هذا شاف البوست وهضر مع تايلور كيقول لهم بانه الحفله غادي تكون كبيره وزوينه بزاف، داكشي باش خاصهم ضروري يجيو. ومن ناحيه اخرى حتى واحد ما كان متيقو، حيت بكل بساطه ما كانش من هذاك النوع اللي عنده صحاب بزاف، يعني كان كيدير الشغب كيضحك الناس وكيضحك معاهم، ولكن واخا هكاك ما كانوش عنده شي صحاب كيف ما نتوما متوقعين. وزيد عليها عمرو ولا عرض شي واحد يجي لعندو للدار ديالهم، وحيت كانوا مراهقين وكيعجبهم هاد النوع من الحفلات قالوا راه نمشيو نشطوا لينا شي شويه، ها المخدرات ها الشراب ها البنات كلشي مباح. داكشي باش حتى شي واحد ما رد البال الوالدين ديالو فين كاينين، حيت بالنسبه لهم راه ما غيكونوش، حيت اصلا هذا هو الطبيعي، حفلات بحال هادو كيكونوا بالتخبيه على والديهم. في هذا الوقت هذا تايلور كان كيوجد لكل شيء وكيقاد الدار باش الحفله تكون زوينه بحال كيف قال لصحابو. والحاجه اللي ما كانش ضارب ليها الحساب هو العدد ديال الناس اللي غادي يجيو لعندو، حيت هذا كيعرض هذا وشي كيعرض شي بلا حتى واحد ما يقول ليه، لدرجه انه النص ديال الاشخاص اللي كانوا في هذيك الحفله ما كيعرفوش شكون هو هاد تايلور اصلا. وغير بدات الحفله بداو كيشربوا كيهرسوا الحوايج في الدار، حتى من لورديناتور اللي كان عند العائله ديال تايلور هرسوه، الماكله كياكلوها وكيرميو الطباصل في الارض، بلا عاد الطفيات ديال الكارو اللي كانوا في ايتها بلاصه. دابا خليكم من هذا الشيء هذا كامل واجيو نمشيو عند تايلور. تايلور اللي كان كل مره كيسولوه الناس اللي تما فينا هما والديك، كيجاوبهم وكيقول لهم كل مره حاجه، مره كيقول لهم مسافرين، مره كيقول لهم بانهم مشاو يشوفوا شي ناس كيعرفوهم، ومره كيقول لهم بانه هو اصلا عايش غير بوحديته. ولكن حتى واحد ما كان دايها في هضرته وما رادينش ليه البال، حيت كانوا ناشطين مع راساتهم وما كيهمهمش دارهم فين كاينين. الوقت بدا كيفوت، كاع اللي كانوا تما عاجبهم الحال ومستانسين بداكشي اللي كيديروه. ومع ديك الوحده د الصباح تقريبا تايلور غادي يمشي عند اقرب صديق ليه واللي كان سميتو مايكل، وكان كيعرفو من الايام ديال الابتدائي. سولو واش ممكن يهضروا شي شويه، وبالفعل خرجوا على برا ديال الدار وبقاو كيتمشاو. وهنا مايكل سولو وقال ليه قول لي شنو كاين في هذه اللحظه هذه، وبدون حتى شي مقدمات قال ليه تايلور انا قتلت عائلتي. مايكل فاش سمع لهاد الهضره ما تيقوش نهائيا، بقى كيضحك ومشى وخلاه. ولكن تايلور غادي يشدو تاني وقال ليه بانه ما كيضحكش معاه وكيهضر نيشان، وإلا ركزتي كتر غادي تلاحظ بانه كاينه شي حاجه غلط في هاد الشيء هذا كامل. من بعدها غادي ياخدو معاه الكراج ديالهم، وغير حلو وشعل الضو غادي يشوف مايكل البقع ديال الدم في ايتها بلاصه. ما قدرش يزيد يشوف هذاك المنظر، مشى في حالته من تما وهو ما قادرش يستوعب هاد الشيء هذا اللي شافه بعينيه. هنا تايلور قال ليه صبر مازال باغي نوريلك شي حاجه اخرى. خداه معاه وطلعوا لبيت النعاس ديال والديه. غير حلها غادي يشم واحد الريحه اللي كانت خايبه بزاف، وفاش بقى كيشوف غادي يلقى باللي داك البيت مقلوب السفاه علاه. زعما شنو غيكون كاع، شنو اللي مخلي البيت ريحته خانزه كاع هكا. ولكن فاش بقى كيركز مزيان غادي يعرف بانه تحت من هذيك الروينه كامله كانت تما الجثه ديال بليك وميري. في النهار ديال وقوع الجريمة في الصباح، براين خو تايلور كان في الجامعة، أما هو فغادي يخرج بلا خبر والديه ومشى الاي تي ام اللي هو الكيشي ديالنا، وجبد تقريبا شي 5000 دولار. رجع للدار وهز كاع هادوك التليفونات اللي تما وخباهم. من بعدها غادي ياكل 3 ديال الكينات من ليكستا باش تعطي ليه الطاقة. في هذا الوقت هذا مو كانت جالسة حتى البيسي خدامة، دخل عليها تايلور وكان هاز مطرقة في يدو. بقى واقف من موراها تقريبا شي 5 ديال الدقائق كيفكر واش غادي يدير هادشي هذا نيشان ولا هي غير مجرد فكره وغادي تمشي بوحديتها. وهو كيفكر في هادشي هذا ميري غادي تدور لعندو، وفجأة وبدون سابق انذار غادي يهز هذيك المطرقه حتى للسما وغينزل عليها بها نيشان للراس. طبيعة الحال كثرت هذاك الحر مغوتات، وغادي يسمعها راجلها فاق مخلوع ومشى كيجري البلاصه اللي سمع فيها الغوات، وغادي يلقى مرتو صافي كتلفظ الانفاس الاخيره ديالها. هنا بكثرة الصدمه بقى غير كيشوف ولده كيقول ليه علاش درتي هاد الشيء هذا. رد عليه تايلور وقال ليه علاش لا.
ومشى كيجري يجيه تباه وهو ينزل عليه تاني بالمطرقة حتى صفاها ليه. تايلور من بعد ما قتل والديه بقى كيدور السلفان على الريوس ديالهم، ومن بعد هجرهم بجوج بيهم وخداهم لبيت النعاس، حطهم حدا بعضياتهم ووجههم كان على الارض وبيناتهم مطرقه. من بعد ما دار هاد الشيء هذا كامل بقى جالس تقريبا شي 3 ديال السوايع وهو كيهرس كاع هذاك الشيء اللي كان عندهم في الدار وكيهزهم وكيرميهم على الجثث ديال والديه في البيت. فاش سالا هاد الشيء هذا كامل سد عليهم الباب وخلاهم هكاك. دابا غادي نرجعوا لمايكل فاش كان واقف حدا البيت. فاش شاف هذاك المنظر المرعب اللي كان قدامه شنو في نظركم غادي يوقع؟ تايلور غادي يطلب منه باش يتصوروا بجوج بيهم، بحال الا كان عارف بانه هاد التصويره هذه غادي تكون اخر تصويره غادي تجمعهم بجوج. ومن بعد ما فات شويه ديال الوقت غادي يلقاو البوليس حدا الدار، بقاو كيدوروا تما وكيحذروهم بانه الصوت مجهد بزاف حيت الجيران كانوا كيتشكاو. ما فاتش عاود بزاف ديال الوقت مايكل غادي يخرج من الدار وغادي يمشي كيجري لدارهم. واخا جاو زعما البوليس وقالوا ليهم نقصوا في المواثق ما داوهاش فيهم كاع، والحفله بقات مكمله عادي حتى ل4 ديال الصباح. وهنا غادي يكتب تاني تايلور بوست اخر في الفيسبوك وقال لهم فيه الحفله راها عندي في الدار. ولكن من بعد هذا البوست هذا بنص ساعه تقريبا البوليس غادي يرجعوا تاني. غتقولوا لي اكيد بسبب الصداعات اللي كانوا دايرين، اكيد غادي يكون شي واحد من الجيران تشكى ليهم تاني. غنقول لكم لا، هما جاوا بسبب اخر. واللي وقع هنا هو انه مايكل صاحب تايلور من بعد ما خرج كيجري من هذيك الحفله ما مشاش لدارو نيشان، مشى عند البوليس وعاود ليهم على كاع داكشي اللي قالوا ليه صاحبه. غير وصلوا البوليس سولوه على العائله ديالو فين كاينين، قال لهم بانه راهم مسافرين لواحد البلاصه سميتها بالم بيتش. من بعد ما قال لهم هكا خلاوه ودخلوا بقاو كيقلبوا في الدار وبقى كيشوف فيهم غاديين نيشان لبيت النعس ديال والديه. وبطبيعه الحال غير دخلوا غادي يلقاو جوج جثث تحت من هذيك الكركوبه الروينه اللي كان داير. وهنا واخيرا غادي يشدوه. فاش خداوه للمركز وبداو كيحققوا مع صحابو غادي يكتشفوا شي حوايج اللي اقل ما يقال عليها مرعبه بمعنى الكلمه. Like, I might go to prison. I might go away for life. I don't know, dude. I'm freaking out right now. I'm like, dude, what are you talking about? He's like, dude, I know you're not gonna believe me. No one will believe me. I freaking killed somebody. Tyler's been saying for a couple weeks that we're gonna kill his parents. And he's like, and he said to me, you know, wouldn't it be cool if I killed my parents and had a party? And everybody thought, you know, everybody thought the kid was just playing. عرفتوا شكون هو اكثر واحد بقى فيا في هذا الشيء هذا كامل؟ هو براين خوه. هو ماشي غير فقد والديه، فقد حتى خوه تايلور. Well, I guess what I want is for him to get the maximum penalty possible, which I understand is life in prison without parole. وحتى فاش كانوا كيحاكموه ما قدرش يقول لهم هو علاش دار هذا الشيء هذا كامل في عائلته، وبقى كيتاسف وكيعتذر لوالديه وخوه على هذا الشيء اللي داروا. ولكن فاش غادي ينفعوا هذا الاعتذار؟ حيث من بعدها غادي يتحكم في نهار 20 مارس من عام 2014، يعني من بعد عامين من التحقيقات، بالمؤبد وما عندوش الحق يطلب الافراج المشروط. معنى اخر تايلور غادي يكمل حياته كامله في الحباسات. وبهكا غادي يبقى نفس السؤال مطروح، علاش دار هذا الشيء هذا كامل؟ هذا الشيء علاش بغيت نسولكم نتوما في نظركم، علاش واحد عايش حياة مثالية مهني كلشي موفر ليه يقدر يدير هذه الجريمة في حق عائلته وتكون بهذه البشاعة هذه؟ خليو لي الرأي ديالكم فيها في التعليقات، وشكرا بزاف حيت كملتوا الفيديو حتى الاخر. اليوم 31 في الشهر، اخر نهار من عام 2025. فبغيت نغتنم الفرصه ونقول لكم سنه سعيده تدخل عليكم بالصحه والهنا واي حاجه كتمناوها في حياتكم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف حيت نتوما في حياتي، ونتلاقاو في فيديو جديد، عام جديد، قصه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.